اعملوا البط بطريقتي، بط روستو احلى من المطاعم. هتحسوا انكم ما اكلتوش بط بالطعامه دي قبل كده، بتتبيله هتخليه احلى من احلى مطعم بيعمل البط، وشويه تريكات كده هتفرق جدا في الطعم واللون، وازاي ناخد احلى شوربه من غير سلق، وهتطلع دايبه مستويه كده زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه نبدا بيها طبعا البط. انا اشتريت البط ده وقلت لهم المكان اللي اشتريته منه ان هم يفتحوه لي كده علشان الوصفه اللي هنعملها. انا بحتاج ان انا هقسم البط بالطول، فعشان اسهل على نفسي بس مش اكتر. تقدروا تقسموه زي ما انتوا عاوزين. هو كان مفتوح من قدام زي ما شفتوا، انا كملت كده من عند الظهر وفتحت البط بالنص، يبقى كده جزئين متساويين. تعالوا بقى نعمل اهم واول مرحله مهمه جدا، محلول النقع. في صينيه كبيره هضيف لترين من الميه البارده وكوبايه من الخل. مهم جدا كوبايه الخل دي عشان هي اللي هتطري الانسجه وتفتح اللون. عصير ليمونه كامله او عصير ليمونتين لو الليمون صغير. التوابل المنكهه دي بقى عباره عن ورق لورا واي توابل، حبهان، كبابه صيني الموجود، كام فص من الثوم كده بس نكون فاتحينهم عشان ناخد الريحه. بصل اخضر زي ده يفضل، يعني لو مفيش بصل عادي جدا مقطع، وشريحتين من الليمون، كمان معلقه من السكر ومعلقه من الملح ورشه فلفل اسمر كده بتفرق قوي على فكره. كل الخطوات دي مهمه وبتفرق جدا. هنقلبهم كده عشان ناخد الاطعمه كلها. والبط طبعا انا غسلته كويس قوي بدقيق وعصير ليمون وبس كده. بعد ما شطفته هضيفه كده على محلول النقع ونسيبه فيه ساعه كامله، ضروري جدا ساعه كامله. وفي اثناء الساعه دي يعني مثلا نص ساعه، وبعدين هنلف كده البط بالشكل ده عشان كل التوابل المنكهه دي والمحلول يخش جوه انسجه البط. تعالوا في الوقت ده نعمل التتبيله. في بوله هضيف معلقه من توم الباودر وبصل باودر، بابريكا ومرقه فراخ باودر، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، شطه وملح. هضيفهم في البوله. انا كان عندي روزماري بس مجفف، لو في روزماري طبعا فريش بيكون افضل. معلقتين من الصويا صوص عشان اللون حلو قوي، معلقه من الثوم المفروم، معلقتين من الصلصه، ومعلقه من الهوت صوص يعني حسب الرغبه. عصير ليمونه كامله، وحوالي من تلت لنص كوبايه من الزيت حسب ليونة الخلطه دي معايا قوي التتبيله، يعني ممكن توصل لنص كوبايه من الزيت. ما ننساش نشيل منهم شويه زي ما احنا متعودين، حوالي نص كوبايه. بعد كده تعالوا نشوف بقى محلول النقع مع البط عمل ايه. اول حاجه كده تاخدوا بالكم منها اللون، وكمان طراوه البط نفسه. بصوا كده من جوه لونه فتح، ولما بدوس عليها كده تحسوا ان الانسجه طريت واللحم طري. كمان نبص على اللون كده، لون الميه. بصوا الغمقان ده معناها ان هي شالت اي تكتلات لزجه او دمويه او حتى ريحه زفاره. يعني الناس اللي بيقلقوا من ريحه زفاره البط، محلول الملح ده ضيعها تماما. شطفتها وحطها كده في اي حله او صينيه واسعه. واقول لكم على تريك حلو قوي قوي لطعم البط، هتفرق قوي في الطعم والريحه. بصله مبشوره كبيره، وارش عليها معلقه من الفلفل الاسمر، واخلطهم بايدي كويس قوي كده. اطلع العصاره بتاعه البصل واغلف بيها بقى البط كويس جدا. هتفرق جدا يا جماعه في ريحه وطعم البط. هغلفها بالبصل كده واسيبها في البصل ده نص ساعه بس كده. بعد النص ساعه بقى تعالوا شوفوا، هتلاقوها اتبلت تماما وبقت ريحتها حلوه قوي. هسيب البصل فيها وانزل بالتتبيله اللي عملناها مع بعض. اهم حاجه بقى في التتبيله دي في لونها الجميل ده، ان انا اغلف بيها كل حته في البط، اغلف بيها التتبيله دي. يعني ما سيبش اي حاجه من البط من جوه، من تحت الجلد، من العظم، كل حته فيها هغلفها كويس قوي بالتتبيله دي. سيبوها بقى ساعه في التتبيله طبعا بعد ما نغطيها، وتعالوا نشوفها. ده شكل البط بعد ما قعد في التتبيله ساعه كامله. شايفين بقى طري حلو جدا. التتبيله سبتت عليها وشربت كل الطعم اللي فيها. تعالوا بقى للتسويه. صينيه بشبكه زي دي كده، طبعا معظمنا بقى عنده دلوقتي متوفره ما شاء الله في معظم البيوت. لو ما فيش هتجيبي صينيه كبيره وتحطي عليها اي شبكه بوتاجاز مثلا. عامله نصها كده ميه سخنه، واحط التوابل العطريه دي عباره عن ايه؟ روزماري، ورق لورا، عندنا طماطمايه، بصله كبيره، فلفل حار، عصير ليمونه، اي حاجه عندكم عطريه حطوها، او حتى توابل حب، رشه فلفل اسمر، واقلبهم كده مع بعض. واحط الشبكه، وبعد كده هرص البط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. البصل اللي اتبقى من تتبيله البط وقعدناها فيها ساعه، احطها كمان في الميه السخنه بتدي ريحه حلوه قوي. التسويه ازاي؟ فرن متسخن من قبل، حراره 180 رف اوسط، هتاخد ساعتين بالظبط تماما علشان تستوي وتبقى دايبه. تعالوا بقى واحكوا لي عن الجمال. انا ممكن احكي لكم على الريحه قد ايه خطيره. بعد ساعتين ده شكلها نزلت كل العصاره تحت في الميه السخنه. الحركه الاولانيه بقى اللي هعملها في التحمير عشان تاخد وش حلو، هقلب البط على ظهره كده على العظم، واديله شويه من التتبيله اللي قلنا نشيلها على جنب. بعد ما دهنته حلو قوي هرجعه تحت الشوايه بس ياخد لون حلو كده ولسعه حلوه علشان ما يبقاش طري من تحت. هقلبه واجيب التتبيله واكمل بقى، وغرقه بقى وش البط من فوق بالتتبيله التحفه اللي احنا عاملينها دي. قد ايه التتبيله دي ممتازه وحلوه جدا، هتودي البط كده بطعم تاني خالص غير البط المعتاد اللي متعودين عليه. بعد ما دهنته كويس هحطه تحت الشوايه ياخد لون علشان يطلع لنا بالجمال.
الجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكل البط عامل ازاي؟ بجد يا جماعه تحفه. اللي ما جربش البط بالطعم ده فاته كتير. بصوا لونها جميل. ادوها بقى شويه سقسقه كده بالفرشه من الصوص اللي نزل منها. الناس بقى اللي بتحب شوربه البط عشان تعمل محشي، وانا من الناس اللي بحب اعمل عليها كمان فته، كل الصوص اللي نزل او البهريز اللي نزلت هزود عليها ميه بعد ما اصفي البصل منها او الخضار، وزودوا عليها ميه في حله كده مع شويه توابل ملح وفلفل اسمر، وسيبوها تغلي، وكده عملتوا احلى شوربه. قدموها بقى بالشكل اللي يعجبكم. انا قدمتها كده، ولا تقولوا لي المطاعم بقى اياها المشهوره بالبط اللي ساعات بنسافر لها من محافظه لمحافظه علشان ناكل بط. البط اللي بتاكلوه بره ده يا جماعه لما تدوقوا الطعم والطريقه دي هتحسوا ان انتم ما اكلتوش بط بالطعامه دي. بط روستو خطير. بصوا قد ايه مستويه ودايبه، مش قادره اقول لكم، هو بيتكلم عن نفسه، دايبه دوب كده، وطعموها حاجه تانية خالص غير البط لو متعودين تاكلوه مسلوق او متعودين تاكلوه محمر. جربوا الطريقه دي وانا متاكده انها تعجبكم. بس لو عجبتكم قولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. وطبعا ما تنسوش الفولو واللايك والشير عشان الكل يستفيد وتوصلكم كل وصفاتي. وصحتين وهنا يا رب.